كده المكرونه حبايب قلبي بعد ما اتسلقت وسبتها شويه، وبعدين انا هحطها كمان كده في الخلاط، وبعدين هجيب اللبن بتاعنا واحط على المكرونه، وبعدين احط عليها بقى النشا بتاعنا. وبعدين انا هفرم كل المكرونه بالنشا باللبن في الخلاط. وبعد كده لسه معايا حله اللبن، هحط عليها بقى الخليط اللي انا فرمته كده في الخلاط، وهدوبه كده بالراحه علشان يتدوب كله مع بعض. وهكمل كل الكميه بقى اما تبقى تبرد، وهوريكم كده في الفيديو حبايب قلبي الفيديو هو كامل وانا عاملاه.